الهوس بالأجهزة المحمولة والانشغال بالشاشات الصغيرة بات أحد أسباب الوفاة والحوادث في العالم. ففي الولايات المتحدة أشارت الدراسات إلى أن أكثر من ربع حوادث السير سببها الانشغال بالهواتف المحمولة، وبأن 70% من مقتني الهواتف الذكية يستخدمونها أثناء قيادتهم في الشوارع. أما في بريطانيا فتعمل الحكومة على دعم حملات توعية بعد أن أظهرت الدراسات أن نحو 45% من البريطانيين يتعرضون لمشاكل وإصابات من جراء انشغالهم بالتحديق في الشاشات بين أيديهم. الحكومة اليابانية دقت منذ سنوات ناقوس الخطر مع تصاعد نسبة الأضرار البشرية والمادية من عام إلى عام بسبب هذا الهوس. وأصبح الهاتف المحمول بالنسبة إلى شريحة واسعة من اليابانيين من أخطر مسببات الوفاة، خاصة بين الشباب، إضافة إلى أضراره الاجتماعية. كثيرون يتنقلون وعيونهم لا تفارق شاشات هواتفهم، عند بعضهم هي جزء من حياتهم، وعند آخرين هي كل حياتهم. أكثر من ذلك، اجتاحت هذه الأجهزة وعالمها الرقمي كل مجالات حياتنا وتفاعلت معها بما فيها الثقافي الذي توجس منها في البداية، وأصبحنا نرى عروضا ثقافية اليوم والتفاعل الرقمي جزء من فكرتها الأساسية، على غرار هذا العرض القائم أساسا على فكرة تفاعل الجمهور ومشاركته بواسطة الهواتف المحمولة ليبرز جانبا إيجابيا له. ما الحل إذن؟ كيف يمكن التوفيق بين واقعنا وحياتنا الافتراضية والموازنة بين إيجابيات وسلبيات هذه الأجهزة؟ هل وصلنا إلى مرحلة لا عودة أم أنه ما زالت هناك إمكانية للفصل مع أجهزة باتت من ألد أصدقائنا؟